ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيخص كل واحد فينا، سواء كنت بتشتغل، بتدرس، او حتى قاعد في البيت وبتتابع الاخبار بس. هنتكلم عن سعر الدولار النهارده السبت 14 يونيو 2025، وهنشوف ايه اللي حصل فيه بالظبط. كلنا عارفين ان سعر الدولار ده عامل زي ترمومتر الاقتصاد، اي تغيير فيه بيأثر علينا كلنا بشكل مباشر او غير مباشر. يعني لو بتشتري أي حاجة مستوردة أو حتى بتستخدم موبايلك اللي متصنع بره، سعر الدولار بيأثر على سعرها في جيبك. ده غير بقى الناس اللي بتتعامل مع الدولار بشكل مباشر، زي المستوردين والمصدرين والمصريين اللي شغالين بره وبيبعتوا فلوس لأهاليهم هنا. النهارده السبت 14 يونيو 2025 سعر الدولار استقر قدام الجنيه المصري في كل البنوك اللي شغالة في مصر. الخبر ده في حد ذاته ممكن يكون كويس للبعض، وممكن يخلي الناس تتساءل عن الأسباب. طيب تعالوا نشوف الأرقام عشان الصورة تبقى أوضح. في البنك المركزي المصري اللي هو يعتبر المرجع الرئيسي لأسعار العملات، متوسط سعر الصرف سجل 49.71 جنيه للشراء و49 و85 جنيه للبيع. يعني تقريبا كده بنتكلم في 49 جنيه و71 قرش لو هتشتري، و49 جنيه و85 قرش لو هتبيع. طيب والبنوك التانية عاملة إيه؟ في البنك الأهلي المصري السعر كان 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، يعني فرق قرش واحد في الشراء عن البنك المركزي وفرق 3 قروش في البيع. نفس السعر ده بالظبط لقيناه في البنك التجاري الدولي CIB، وكمان في بنك الإسكندرية، يعني 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع. ده بيدينا إشارة إن في نوع من التوحيد والاستقرار في أسعار الصرف بين أغلب البنوك الكبيرة. أما بقى لو بصينا على بنك مصر اللي هو برضو من أكبر البنوك الحكومية، هنلاقيه ماشي على نفس الخط بالظبط، 49.72 للشراء و49.82 للبيع. في بنك البركة وبنك قناة السويس الأسعار برضو كانت متطابقة مع البنك الأهلي وبنك مصر CIB وبنك الإسكندرية، يعني 49.72 للشراء و49.82 للبيع. لحد هنا الأرقام بتقول إن في استقرار وتطابق كبير في الأسعار بين معظم البنوك، وده معناه إن مفيش تذبذبات كبيرة بتحصل في السوق الرسمي، وده ممكن يكون مؤشر كويس للاستقرار. بس في بنك واحد كان مختلف شوية، وهو مصرف أبو ظبي الإسلامي. هناك سعر الدولار كان أعلى شوية، سجل 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، يعني فرق حوالي 16 قرش زيادة في الشراء و16 قرش زيادة في البيع عن البنوك التانية. ده ممكن يكون راجع لسياستهم الداخلية أو احتياجاتهم من العملة الأجنبية. طيب إيه الخلاصة من كل الأرقام دي؟ الخلاصة إن النهاردة السبت 14 يونيو 2025 سعر الدولار مستقر بشكل كبير في معظم البنوك المصرية، حوالين 49 جنيه و70 قرش للشراء و49 جنيه و80 قرش للبيع. ده بيدينا إشارة إن في نوع من التوحيد والاستقرار في أسعار الصرف بين أغلب البنوك الكبيرة. طبعاً إحنا بنتكلم عن الأسعار الرسمية في البنوك. السوق السوداء أو السوق الموازية دي قصة تانية خالص، بس لما يكون في استقرار في البنوك ده بيقلل من أهمية ودور السوق السوداء تدريجياً. خدمة اليوم السابع اللي بتنشر أسعار العملات وبتحدثها أول بأول، دي حاجة مهمة جداً عشان الناس تقدر تتابع وتعرف الأسعار لحظة بلحظة، وده بيخلي الناس تاخد قراراتها المالية بناء على معلومات دقيقة وموثوقة. سعر الدولار ده مش مجرد رقم، لا، ده بيعكس حاجات كتير في الاقتصاد. بيعكس قوة الجنيه المصري وبيأثر على أسعار السلع وعلى التضخم وعلى الاستثمارات، عشان كده متابعته مهمة جدا لينا كلنا. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل الاستقرار ده هيفضل مستمر؟ وهل هيحصل تغيرات في الأيام أو الأسابيع اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه ونشوفه مع بعض في الفترة اللي جاية، بس حاليا الخبر هو الاستقرار. لو كنت بتفكر تبيع أو تشتري دولار، الأرقام دي هتساعدك تاخد قرارك، ولو بتتابع الاقتصاد بس فالاستقرار ده مؤشر يستحق المتعة.